السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة عالم كوثر للطبخ والوصفات. واليوم ان شاء الله غنقدم لكم وصفة زوينة كتجي لذيذة بزاف وغتصبح ان شاء الله عندكم معتمدة في البيوت ديالكم. وصفة اليوم كيك الشوكولا بالكريم باتيسيير. يلا معايا نمروا المقادير الوصفة. فهاد الوصفة غنحتاجو ليها 3 ديال البيضات، كاس سكر السنيدة، كاس الزيت، كاس الماء، باكية كوبيل، 3 الخمارات، كيس فاني، شوية الملح والدقيق لحسب الخليط. والآن نمروا طريقة التحضير. في الأول كناخدو الكاسرونة، كنديرو فيها السكر الزيت والماء وباكية الكاوبيل، وكنحركوها مزيان حتى تتجانس لنا العناصر كلها. من بعد كنوضعوها فوق البوطة على نار مهيلة حتى يغلى لنا الخليط. دابا غنتسناو حتى يغلى لنا الخليط ان شاء الله باش نضيفوه على باقي المكونات. من بعد ما غلى لنا الخليط كناخدو الاناء وكنكبو فيه هذا الخليط وهو باقي سخون. كناخدو الخلاط الكهربائي ومن بعد كنضيفو بيضة حتى كنطربوها مزيان، عاد كنضيفو البيضات الاخرين باش البيضة ما طيبش لينا في الخليط حيت الخليط عندنا سخون. داكشي علاش ضروري ان ملي كنضيفو البيضة خصنا نطربوها عاد نضيفو البيضات الاخرين. نبقاو نستمروا في التطراب عاد كنضيفو باقي المكونات الاخرى. من بعد غادي نضيفو كيس ديال الفاني وشويه الملح، وعاد كنضيفو الدقيق. كنبقاو نضيفو في الدقيق حتى نحصلوا على الخليط اللي بغينا، وغنبقاو نستمروا في التطراب مزيان. واخر حاجه كنضيفوها هي الخمارات الحلوه، كنخليوها هي اخر حاجه. هذا هو الشكل ديال الخليط اللي بغينا. من بعد غادي ناخدو طاوه غندهنوها بالزبده وغادي نرشوها بالدقيق ونخويو فيها داك الخليط ونوضعوها في الفرن ونتسناو حتى طيب لينا، ونكمل معكم طريقه تحضير الوصفه.
من بعد ما طابلين الكيك كنخرجوها وكنقلبوها، وكناخدو الفورشيط وكنبقاو نتقبو على هذا الشكل. من بعد كنحضروا واحد السيرو، هذاك السيرو كنديروا فيه نص كاس سكر ونص كاس الماء ونص كاس الزيت وثلاث المعالق كبار ديال الشوكولاته غبره، وكنديروه على فوق نار مهيله حتى يغلى لينا. ومن بعد كناخدوه كنسقيو به الكيكه على هذا الشكل حتى يتشرب لينا مزيان. ودابا نمروا لتحضير الكريم باتيسير. كنحتاجو فيها معلقه كبيره غبره الكريم باتيسير مع 2 معالق ديال السكر السنيده مع 250 مليلتر ديال الحليب والفاني. وكنوضعوا كلشي في كاسرونه فوق البوطه مهيله. من بعد كناخذوا الطراب اليدوي، كنبقاو نحركو، كنبقاو نستمروا على هذا التحرك حتى يعقد لينا شويه الخليط. من بعد كنحيدوها من فوق البوطه ونخليوها تبرد شويه، ماشي تتبرد، نخليوها تبرد لينا شويه. من بعد كناخدو هذاك الكريم وكنوضعوه فوق الكيك ديالنا، وكنبقاو نوزعوه على هذا الشكل حتى يتسرح لنا الكريم باتيسير فوق الكيك مزيان. وكنعاونو بسباتولا باش تسرح لنا الكريم باتيسير مزيانه وتجي مزيانه حتى في المنظر. وللتزيين كناخدو اللوز ايفيلي كنحمروه شويه في المقلاة، ومن بعد كناخدوه وباش كنزينو به هاد الكيكه من الفوق وكيعطي منظر زوين. الشكل النهائي لوصفتنا اليوم الكيك الشوكولاته بالكريم باتيسير كتجي لذيذه بزاف وبنينه. نتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها عندكم في البيوت ديالكم ان شاء الله. وما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي بالضغط على زر الاعجاب وزر الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في وصفه جديده.